هذا الملياردير غادي يعيش بحال المتشرد لمده 30 يوم باش يحقق الوصيه ديال الوالد ديالو اللي كان كيموت، والا فشل ما غادي يورث حتى حاجه. القصه ديالنا كتبدا مع فيرو، اكبر رجل اعمال في ايطاليا. الشركات ديالو كيسوق اكثر ما كتخيل وعايش حياه الرفاهيه، الخدمه بالنهار والنشاط بالليل. كل نهار كتلقاه مع بنت في شكل، حياته كامله هو مفشش وعمره ما عرف شي حاجه سميتها المشاكل في حياته. ولكن هادشي كامل غادي يتبدل النهار اللي عيطات ليه مو قالت ليه ربك مريض بزاف، خاصك دابا تجي تشوف. فاش وصل للدار قالت ليه مو بلي الطبيب قال لهم ما بقاش ليه الوقت بزاف وحاولوا غير تخليه مرتاح في ايامه الاخرى. فاش دخل فيرو عند بوه لقاه كيبتسم وقال ليه كنت كنساينك بغيت نهضر معاك بوحدنا. وتما فين قال له الوصيه ديالو، خاص فيرو يتخلى على كل شيء لمده 30 يوم، سميتو فلوسه وحياته، ويمشي يعيش بحال شي فقير في مدينه اخرى حتى حد ما كيعرفوا فيها، ما يدي معاه لا فلوس لا علاقات لا حتى حاجه، حتى سميتو خاصو يبدلها. فيرو صحاب ليه بوه غير كيتفلى عليه، ولكن بوه قال ليه الا ما درتيش هذا الشيء الورث كامل غادي يمشي لولد عمو. بوه قال له بغيت نشوفك واش تقدر تعتمد على راسك بلا ما تحتاج لفلوسي، بغيتك تكون راجل وقاد براسك بلا بيا. فيرو كيشوف بوه كيموت ما قدر يقول له والو، وافق على داكشي. ومن بعد ما مات بوه فيرو وجد راسو وتواضع مع عمو، خلى الشركه للمدير ديال الاعمال ديالو يجيريها، وهو غادي في طوموبيلته طلب من الشيفور يعطيه لاكارت ديالو حيت غادي ياخذ سميتو كلو. من بعد شد الطياره ومشى لنيويورك، وفاش وصل اصطدم بالحياه الواقعيه. هو دابا غير بوحدو، ما عنده لا دار لا خدمه، ما عنده حتى ريح. تما بدا كيدور في المدينه كيقلب على خدمه في الحوانت وفي الريستوات، ولكن كلشي كيجري عليه. عيا ما يدور حتى طاح عليه الليل وما لقى فين ينعس. دخل لواحد القهوه غير باش يجلس ويتخبى على البرد. تما تلاقى مع واحد البنت شافت فيه في الاول عجبها حيت زوين، ولكن فاش شافتو كياكل الزيتون اللي محطوط تما فابور سولاتو فاش خدام، قال لها يلاه كيقلب على خدمه وما عنده حتى فين ينعس هذيك الليله. وفاش عرفاتو مكحط قالت له لا لا وليدي ما نصلحوش لبعضياتنا، وناضت خرجات وخلاتو كيهضر بوحدو تما. فيرو مفشش بقى مصدوم مسكين حيت اول مره شي بنت ترفضو. واحد البنت الاخرى كانت جالسه وسمعت داكشي اللي طرا، فاش سمعتو ما عنده فين يبات جات عنده عرضات عليه يمشي ينعس عندها في الدار ديك الليله. فيرو وافق طبيعه الحال، مشاو للدار مع الدخله قالت ليه ما يديرش صداع حيت صاحبتها ساكنه معاها ناعسه تما، وإلا فاقت ولقاتها جايبه راجل غريب غادي تنوض معاه المشاكل. فيرو شاف صاحبتها اللي ناعسه وعجباتو حيت زوينه، المهم دخل بشويه ونعس. في الليل خرج باش يدخل للطواليت، ولكن من ظهره جا مع صاحبتها نيشان، شافته وتخلعات يحسب ليها غير شي شفار، عاود ليها على شنو طرا ولكن جرات عليه ولحت الحوايج. وصديقنا فيرو رجع عاوتاني للزنقه، وباش تكمل الباهيه هو غادي في الطريق تلاقى مع واحد الشماكني بغاو يكريسيو، بقى كيدابز معاهم حتى قدر يهرب منهم وتبعوه. ما بان ليه غير واحد السلوم ديال العماره، طلع معاه دغيا ودخل لواحد الشقه باش يتخبى، ولكن المنحوس لقى مول الدار تما وغوتات ليه على البوليس، ومعاه هو يلاه يهرب وما يوقفوا عليه يشدوه، وما حس براسو مسكين حتى داروا ليه المينوط وداو الكوميساريه. عيا ما يشرح لهم باللي ماشي شفار ولكن حتى واحد فيهم ما تيق، ودخلوه الجيور يبات تما. وما فكوا منهم غير دوك الشفار اللي كانوا غادي يكريسيو، هما اللي قالوا للبوليس الحقيقه. عاد ديك الساعه تلقوه، وتما فيرو لقى راسو عاوتاني رجع للزنقه. فاش طاح عليه الليل مشى نعس فوق واحد الكرسي في الجرده، وفي الصباح كان غادي يموت بالجوع. ما بان له غير واحد مول الكروسه ديال الساندويتشات وهو يمشي قصدو، قال له راه ما عنديش فلوس وبغيت ناكل فيه الجوع. ولحسن الحظ طاح في ذاك الراجل ظريف وبقى فيه وعطاه ساندويتش فابور، شدو بدا كياكل وهو ملهوف بالجوع، ومعاه هو قاطع الشانطي ضرباتو طونوبيل. هبط الشيفور مخلوع كيشوف شنو وقع عليه، ولكن فيرو قال ليه ما وقع والو، وبالضحك قال له غير خدمني معاك والله يسامح. وبالصدفه مول داك الكاميو قال له بصح الشركه ديالنا كتقلب على الشيافريه تخدمهم. وفيرو ما تيقش على زهر عنده في ديك اللحظه، ركبوا معاه وداه يعرفوا على المدير باش يخدم. المدير سميتو كورتيس وكان متكبر بزاف وحاس براسو، ولكن فاش شاف فيرو زوين وكيعرف يهضر مزيان قبلو يخدم شيفور ديال العائله ديالو. واخيرا فيرو تهنى من عيشه الزناقي ولقى الماكله والسكنه، يعني هذوك الايام اللي بقاو ليه في التحدي غادي يدوزو ساهلين. ولكن كورتيس ما كانش كيرحمو كيهرش عليه مزيان في الخدمه، من شيفور كيدوز يغسل حتى الطوموبيلات، وهو فيرو ما كيعرفش يغسل ولكن كيحاول وصافي باش ما يرجعش يتكرفس في الزنقه. بنت المدير باقا صغيره بان ليها فيرو وعجبها، بدات كتحاول تهضر معاه وتقرب ليه، ولكن فيرو ما داهاش فيها وديما كيتهرب منها. ديك الليله كانت عندهم حفله كبيره في الدار، ايوا داك المدير ما بان ليه غير فيرو في البلان ودخلوه يخدم ترباع، يعني بحال كيقولوا انت خدام عندي غدير اي حاجه نقولها لي، الله يجعلني نعطيك حتى تصب لي حوايجي خاصك تقول ويشاف. وفيرو واخا قبل بداك الشيء ولكن بدا كيطلع له الدم حيت ما مولفش بهاد التكرفيس. ولكن في نفس الوقت هاد التمارين اللي كيضرب فيرو خلاته يعرف كيفاش كيتعذبوا الناس اللي خدامين عنده باش يقدروا يعيشوا. هو يهز التليفون وعيط للمدير اللي خلاه مقابل الشركه وقال له يزيد كاع الموظفين في الصالير حيت دابا ولا عارف شويه بالمعاناه ديالو. الغد ليه مشى وصل لمدير الشركه ديالو، وفاش دخل هو يتفاجئ ان جيانا خدامه في الشركه ديال كورتي ومع كانت عجباتو المره اللي فاتت بدا كيصيفط لها الورد بلا سميه. وفي ديك السيمانه واحد من العائله جيانا توفى، والمدير قال لفيرو يديها بالطوموبيل ويوصلها للكنازه. وتما فيرو استغل الفرصه وبقى كيهضر معاه وكيضحكها باش يهون عليها شويه. جيانا عجباتها الهضره معاه وبدات كتشيخ فيه وكتهضر معاه. من بعد الكنازه عرض عليها لواحد القهوه غاليه، دخلها الشك كيفاش هاد خونا اللي غير البارح ما كان لاقي فين ينعس ودابا داها لديك القهوه كلاص. هو يقول لها بلي خدا التسبيق في الخدمه وبغى يتهلا فيها حيت هو من النوع ديال الناس اللي هاني يخسر كاع الفلوس اللي عنده باش يفرح البنت اللي معاه. وجيانا غير سمعت هاد الهضره قلبها حن وقالت هذا الراجل كريم هو اللي غادي يتهلا فيا. بدات جيانا كتعاود ليه بلي راجلها مات وما بقاتش باغا تتزوج، ودارهم كيبزوا عليها باش تتزوج وكيحاولوا يعرفوها على رجال
المجال ولكن ديما كترفضهم، وقالت لي باللي هي كتهتم غير بالمعدن ديال الراجل واخا يكون فاقع، المهم هو يكون طيب ويتهلا فيها. فيرو بقى كيشوف فيها ومصدوم حيت عمره شي بنت قالت له ما كيهمهاش الفلوس، وفاش سالاو داها وصلها لدارهم. والديها كانوا تيطلعوا من الشرجب وشافوها معاه، فرحوا بزاف وقالوا اخيرا غادي تتزوج. مع دخلت للدار وهما يبداو عليها بالاسئله، شكون هذاك وفاش خدام؟ قالت لهم هذاك الشيفور ديال المدير ديالي وما همهاش الفلوس ولكن حسات بيه ولد الناس وطيب. غد ليه نانسي بنت المدير بقى فيها الحال حيت فيرو ما داهاش فيها، مشات عند بوها وكذبات عليه قالت له بلي فيرو كيتحرش بها. المدير تيقها وبدا كيغوت على فيرو كيعايرو. جيانا كانت واقفه برا وسمعت داكشي وبلا تردد دخلت عنده مدافعات على فيرو، واجهت المدير وقالت له بالتكبر ديالك طلع لي في صحتي، انت عارف بنتك كتكذب وواخا هكا كتيقها وكتحقر على كاع الناس. وتما حطات ديميسيون ديالها وخرجت من الخدمه وقالت لفيرو يمشي معاها حتى هو. وهما خارجين قال لي بلي بنت المدير كانت كتقرب منه ولكن ملي ما بغاش حاولت دير له القالب مع بوها. جيانا فيرو زاد كبر في عينيها وعرضت عليه عند دارهم باش تعرفوا عليهم، ولكن المفاجاه مع دخل عندهم بداو عليه بالاسئله، وفاش عرفوا فقير بداو كيعاملوه خايب وكيحتقروا. جيانا غير خلاته مشى وهي تدور فيهم وقالت لهم هو كيعجبهم ما هماش الفلوس وتايقه فيه الا تزوجوا غادي يدير اللي في جهده باش يفرحها. الغد ليه تلاقات معاه وقالت ليه باللي عندها شي فلوس جا معاها، علاش لا ما يديروش شي مشروع صغير يمشيو يخدموا فيه وباش ما تحرجوش قالت له حسبهم غير سلفه سيد حتى دير ورجعهم ليه. فيرو ما متيقش الهضره اللي كيسمع وتبهض في طيبه القلب ديال ديك البنت وكيفاش هي صادقه وباغا تضحي معاه واخا ما عارفاش راه لاباس عليه. وحيت هو عنده مع المشاريع بدا كيفكر معاها شنو يقدروا يديروا، ومع الايام كيدوز بدا كيبغيها اكثر واكثر. 30 يوم ديال التحدي سالا وفيرو بدات كتتصل به امو باش يرجع يقابل الشركه ديالو. تما فيرو قال لمو باللي كيبغي واحد البنت وما يقدرش يخليها ويجي، وهي تقول ليه غير جيب معاك ولدي اجي. فيرو غير سمع ديك الهضره من عند امو ما قداتو فرحه ومشى كيجري عند جيانا للدار وطلب منها تمشي معاه للطاليان وهي وافقات. ويلاه وصلوا للمطار جا استقبلهم الشيفور ديالو. جيانا غير كتشوفو مصدومه في ديك الطوموبيله والشيفور وما عرفاش راسها فوقاش غادي تفيق من هذا الحلم ديال العصر. ولكن فيرو طلع على الطوموبيل ويعاود ليها كلشي باللي هو ملياردير وجا نيويورك غير على قبل الوصيه ديال بوه اللي عطاه تحدي يعيش فقير 30 يوم باش يقدر ياخذ الورد ديالو. وفاش وصلوا شافت القصر ديالو زادت مسكينه تصدمات كثر وبقات غير حاله فمها في داك الشيء وما متيقاش باللي هذا هو الفقير اللي تلاقات به النهار الاول. فيرو قال لها باللي كيحمد الله حيت بوه عطاه داك التحدي اللي خلاه يتلاقى معاه. طلب منها الزواج وقال لها باللي هو فرحان حيت لقى اللي تبغيه حتى وهو فقير ما عنده والو. من بعد تزوجوا ودار ليها عرس كبير بزاف حتى عائلتها اللي ما كانوش حاملينه في الاول ولاو فرحانين وكيضحكوا من ودنين، وحتى صاحبتها اللي تلاقات به النهار الاول وداتو بيتاتو عندها ما نساهاش وزوجها بالمدير الاعمال ديالو. وهكا سالت القصه اللي كتعلمنا ان الصدق هو المفتاح ديال كل شيء وان المظاهر خداعه. وانت عزيزي المشاهد ما تنسانيش من الدعم ديالك، هذا الفيديو خد لي 5 ساعات باش نصايب، بلايك ديالك وتعليق ايجابي غادي يحفزوني باش نكمل الخدمه ان شاء الله. شكرا حيت تفرجتي حتى لهاد اللحظه، كان معكم نصر الدين الزين ونتلاقاو في الفيديو الجاي.